السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه يا اجمل متابعين في الدنيا؟ وحشتوني يا اخواتي يا حلوين. ان شاء الله هنعمل مع بعض السمك المكريل، سنجاري بخلطة جميلة جدا وبتوابل حلوة قوي وحاجة كده جميلة وبطريقة حلوة قوي وهتعجبكم ان شاء الله. اللي اول مرة بقى يشوف القناة، واول هنعمل جنبه برضو رز بالبصل، يعني اسمه رز صيادية احمر. اللي اول بقى مرة يشوف القناة يخش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. ويلا بينا كده نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونخش ونشوف المكونات والطريقه. جيبي ايه السمك المكريل اللي انت عايزاه او الكميه بتاعتك، والطريقه دي بتنفع مع اي سمك برضو فيه لحم كده. اول حاجه بقى نشتري السمك ازاي. هتلاقيه كده قدامك كده ماسك نفسه، مش غامق، فاتح كده وحلو. وبعدين فرق بين المكريل والباغه، يعني المكريل دوت بتبقى ايه مليان لحم كده وكبير، اما الكاسكومر او الباغه بتبقى اصغر منه شويه. هنقص بقى الزعانف كده هوت وهنفتحه من البطن ونطلع بقى ايه يعني الحاجة اللي جواه دي كلها بالنخشوش بتاعه. بس ايه مش هنقص طبعا الراس عشان بتديها شكل ايه تجميلي. طلعنا بقى اللي هي الحاجة اللي جواه دي كلها زي ما انتوا شايفين كده. ايه وهنجيب بقى شوية مية بس يعني نشطفه شوية كده يعني. وبعد كده ايه هنطلع الحاجة برضو البواقي ايه اللي جوه. بعد كده بقى ايه جبنا المقص فتحناه. يعني بص انا فتحته من بطنه وهو بيتفتح من بطنه يا من ظهره. والطريقه ايه اللي سهله معاكي اعمليه، يعني الطريقتين حلوين. بعد كده بقى جبت المقص، يعني ايه زدت بقى الفتحه بتاعته، يعني خليته كده ايه مفتوح. المقص لازم ينزل كده جواه قبل ايه قبل الاخر، يعني ما تفتحوش من بعضه كده. وقصينا بقى ايه الديل. يعني بصوا شايفين كده ايه انا قصيته بالمقص كده فتحته لقيته لسه برضو، فجبت المقص تاني ايه وفتحته لحد ما خليته كده ايه يعني السمكية كده مفتوحة كده ايه على ظهرها. طلعي بقى كل الحاجات السودة دي اللي فيه، اللي هي بقى ايه في الجنبين اللي على الاطراف بتاعته من البطن، والشوك الزيادة كده اللي هو طالع ده قدامك، والحاجات السودة دي كلها واللي هو ما بين الشوكة. غسلناه بقى طبعا غسلة كويسة جدا وايه وخلصنا الكمية بتاعتنا الكمية اللي انت عايزاها. بعد كده عملنا ايه بقى جبنا مية ساقعة، حطيناها عليه. غطيها يعني نغطيها بالمية الساقعة. غطي اهو السمك كده كله بالميه الساقعه. بعد كده بقى جبنا 3 ليمونات حلوين كده كبار عصرناهم عليه وايه وحطينا برضو معاه القشر، ما رميناهاش عشان لما بنحط كمان القشر معاه دوت ايه بيطلع الزفاره ايه وريحه حلوه قوي. اهو عصرنا بقى ال3 ليمونات. وبعد كده عملت ايه بقى حطيت عليه كمان معلقتين بقى ملح كبار، يعني بعد ما عصرنا هم ال3 ليمونات وحطينا فيه القشر ما رميناهاش. وعصرت عليه ايه معلقتين ملح كبار كده عشان السمك ده دسم واللحم بتاعه تقيل فايه ما بيشربش ملح بسهوله. خلاص تسيبيه بقى ربع ساعه كده هوت، ما يزيدش عن ربع ساعه عشان اللحم بتاعه ما ينعمش. تعالي بقى نعمل ايه الخلطه بتاعته. حطيت بقى معلقتين زيت كبار او 3 كده، حطيت بقى فيهم ورق لورا وعود قرنفل وعود قرفه وحبهان ومستكه. حطي بقى ايه يعني الكميه برضو اللي انت عايزاها، يا دوبك بس كده يتشوحوا ويدونا بقى الريحه الجميله بتاعتهم. وكون انا بقى ايه محضره بصلايه كبيره او بصلتين كده حلوين متوسطين على قد برضو الكميه اللي انت جايباها. نزلنا بقى بيهم على الزيت والتوابل ديت. يا دوبك تتشوح بس مش عايزاها تدبل، لا انا عايزاها تبقى كده بلونها بس تقلبتين 3 بس كده ايه تتشوح مع ايه مع الزيت والتوابل. اهو تقلبتين 3 زي ما انتم شايفين. يعني انا مش عايزه الحاجه دي تغير معالمها ولا تطرى ولا تدبل، انا عايزه تبقى فيها القرشه الحلوه الجميله. خلاص كده بعد بقى ايه ما عملناها البصل، زي ما قلت لك برضو بصلايه كبيره او بصلتين متوسطين على قد السمك اللي انت جايباه. بعد كده نزلت عليهم بقى ايه بفلفل الوان، قطعناه جوليان يعني ايه مش ناعم، يعني ايه صوابع كده حلوه رفيعه ما تخنهاش. وحطيت عليهم كمان قرن فلفل حامي، ده بيديله بقى ايه كمان طعم جميل قوي. ولو انت عايزه تحطي شطه عادي، بس انا حطيت هو القرن الفلفل الحامي دوت يغني ايه عن الشطه الناعمه. برضو تقلبتين 3 مش عايزه ادبلهم. بعد كده نزلت بقى ايه بالجزر، يعني بصلايه جزرايه برضو ايه يعني مبشوره بس برضو مش ناعمه على الناحيه الكبيره اللي بتاعت المبشره. او برضو لو عايزه تقطعيه جوليان رفيع عادي، بس انا عايزه الحاجات دي تبقى باينه. واخر حاجه حطينا بقى عليه ايه طماطمايه كبيره متقطعه صغير،
يعني الطماطمايه بقى ديت لازم تتقطع صغير شويه علشان ايه، يعني تبقى تاخد مع السمكه كده، وايه والتتبيله تبقى حلوه. برضو تقليبتين برضو 3 كده. ما تحاوليش انك تدبلي الحاجه دي كلها، لا انا عايزاهم بس يتجانسوا مع بعض كده ودي طعم حلو قوي. حطينا بقى عليهم فلفل اسمر معلقه ملح، معلقه 7 بهارات، نص معلقه قرفه، ربع معلقه جنزبيل، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، ومعلقه كمون، معلقه كزبره ناشفه، واخر حاجه معلقه بابريكا. عايزه تحطي بابريكا مدخنه عادي، عايزه بابريكا عادي، الاتنين حلوين قوي. بعد كده بقى ايه، نزلت عليهم براس توم متقطعه صغيره، متقطعه يعني صغير، هي راس توم صغيره متقطعه صغير، ومعلقتين صلصه. كل الحاجات دي بقولك بتديها بقى طعم جميل جدا السمكه كده، وبتشرب بقى منها يعني، وبتبقى حكايه بعد ما بتستوي كده، بتشم بقى الريحه والجمال كله. وعلى البوتاجاز برضو كده وانت اهو بتشوحي الحاجات ديت، الريحه خطيره خطيره. بعد بقى ما طفينا حطينا بقى ايه، خضره اللي هي شبت وبقدونس وكزبره، برضو على قد الكميه اللي انت عايزاها، يا دوبك بس يعني قلبناها مع بعض كده وخلاص. بس احنا كنا طافيين عشان الخضره ما تغيرش لونها. جبنا بقى صاجه بتاعت البوتاجاز، او اي صاجه اللي انت عايزه تحطي فيها، ما تدهنهاش حاجه خالص. جبنا بقى ورق فويل وحطينا السمكه كده، فتحناها زي ما انت شفتيها. رشينا الاول حبه ملح وحبه فلفل اسود، معلقه ومعلقه، عشان قلت لك السمك ده مش بيشرب على طول التوابل والملح. وحطينا بقى ايه الخلطه اللي احنا عملناها دي كلها مع بعض، يعني امليها وما تخليش حته فاضيه في ايه في السمكايه. وهي محطوطه برضو فرق الفويل، ما دهناش برضو اي حاجه، علشان زي ما قلنا ايه، هو السمك ده دسم، واحنا حطينا ايه معلقتين زيت في الخلطه دي. خلاص على كده اهي مليتها قدامكم، وحطيت في الحتت الفاضيه. يعني الحاجه دي كل ما بتحطي كده يعني بحاجه جميله كده بتديكي ايه طعم حكايه. عصرنا بقى عليها ليمون، ما حطيناش برضو ايه ملح وفلفل تاني، لان احنا حاطين في التوابل وظبطنا ملحنا وظبطنا الحاجه بتاعتنا. خلاص كده عصرنا عليه بقى الليمون. حطي بقى القشر برضو بتاع الليمون ده ايه في الصاجه او في الصينيه اللي انت ايه هتشوي فيها. ليه بقى؟ لان بتديها ريحه جميله لما بتخش الفرن كده، بتدي ريحه جميله قوي. الليمون مع الخلطه اللي احنا حطيناها ديت، والعصير الليمون اللي عصرناه عليه حكايه حكايه. هنكون احنا بقى مولعين الفرن على درجه عاليه، وتحطيها في الرف اللي تحت، اول رف عند يعني فوق النار على طول. ليه بقى؟ علشان السمك دوت ما يسخش او ايه، تلاقي نفسه يعني دبل كده معاكي، لا انا عايزاه يخش على طول يتشمع كده في الفرن. خد معايا بالظبط تلت ساعه. قلنا بقى نعمل ايه جنبه، الرز الاحمر الصياديه. حطينا برضو معلقتين 3 في الحله اللي احنا هنعمل فيها على قد الكميه بتاعتك. حطينا فيها حبهان، مستكه، ورق لورا، عود قرفه خشب، وعود قرنفل. نزلنا برضو ببصلايه كبيره، بس دي بقى متقطعه صغير. ليه بقى؟ عشان ايه، تدبل بسرعه مع البصل مع الزيت والرز، عشان ما تبانش فيها قوي. ونزلنا عليها بقى بطماطمايه كبيره متقطعه صغير برضو، علشان ايه، دي بقى بتدي للرز لون جميل قوي قوي، طعم برضو حلو. لحد ما البصلايه احمرت معايا والطماطمايه ديت دبلت. بصوا زي ما انتم شايفين كده، وادتنا اللون دوت جميله قوي قوي قوي. هو بصوا اللون مش اسود قدامكم، بس هي ايه الكاميرا اللي ايه مش جايبه الحاجه كويس قوي. نزلنا بقى عليه بالميه المغليه على قد برضو كميه الرز بتاعتك. حطينا بقى ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر، وربع برضو معلقه جنزبيل، ونص معلقه قرفه. ظبطي بقى انت ملحك، وظبطي ايه الميه بتاعتك على قد كميه الرز اللي انت هتحطيها. هنسيبهم بقى مع بعض ايه لحد ما البصله تدبل، قصدي والطماطم، وكله كده يدبل مع بعض وتكون استوت. ننزل بقى نكون غسلنا بقى الرز الجميل الحلو دوت، غسلتين كده 3، وننزل بيهم عليه. وايه، ولما تلاقي بقى انت الميه بتاعه الرز ديت قليله، زودي ميه سخنه، مش هيجرى معاكي حاجه، بس ما تزوديش ميه ساقعه عشان ما تبرديش الرز والحاجه. وقت ما يشرب بقى الميه، بس تسيبي فيه حبه، ما تسيبي يعني ما تخلوش يشرب الميه خالص، وتروحي بقى ايه مغطياه ووطي عليه النار، وحطي ايه الصاجه. بعد شويه كده، بعد دقيقتين او 3 قلبيه برضو، وسيبيه تاني ايه لحد ما ياخد سواه كله. كان بقى السمك استوى، بصوا زي ما انتم شايفينه بقى كده، وادانا بقى الريحه الجميله واللون الجميل اللي قدامكم دوت.
زي ما قلت لكم خد تلت ساعة، واعملوه مع أي سمك، مش لازم اللي هو إيه الماكريل. بس أنا إيه اخترت الماكريل النهاردة علشان إيه، يعني الواحد ما بيجيبوش إلا فين كل مدة، وطعمه حلو وجميل جدا، وحاجة هتعجبكم وخطيرة جدا، والريحة عايزة أقولك قلب البيت كله. واستوى بقى كمان اهو الرز بقى قدامكم، بصوا اللون الخطير دوت، وما شلناش منه لا توابل ولا حاجة خالص، وقدمناه زي ما هو كده. جربوها بقى وإن شاء الله هتعجبكم جدا جدا، وبألف هنا وشفا. واللي أول مرة برضو يشوف القناة، وحطي جنبه طبق سلطة برضو، سلطة خضار أو حبة مخللات برضو من اللي احنا عملناهم قبل كده. اللي أول بقى مرة يشوف القناة يدخل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.